طيب النهارده كان طبعا مباراة مصر وروسيا مباراة ودية، ومصر كسبت 1-0، ولسه عندك مباراة ودية تانية اللي هي مباراة البرازيل هتبقى في أمريكا. دول الماتشين الوديتين اللي هيتلعبوا قبل كأس العالم. وأنا بعد اللي شفته النهارده في الماتش بتاع مصر وروسيا، من الواضح خلاص إن هو هيثبت طريقة 4-2 4-2 1-3، وهيلعب باتنين ديفندرات، وهيلغي غالبا هيلغي قصة إن الديفندر ينزل في قلب الدفاع، وطريقة 5-3-2 واللي لعب بيها في أفريقيا. فدي هتبقى التشكيلة الثابتة بتاعته. فالنهارده عشان تتكلم في فنيات او تقول في جمل او تقول في حاجه صعب جدا، لان كان عندك مسموح لك ب 11 تغييره، فهو عايز يجرب كل اللعيبه، عايز ينزل كل اللعيبه، وفي نفس الوقت عايز يبقى في شكل المنتخب. فعشان تتكلم في فنيات هيبقى صعب جدا، لكن الواضح ان كان هو في اتفاق مع اللعيبه ان كل نص ساعه تقريبا ان هو يسحب لعيبه وينزل لعيبه عشان يجرب اللعيبه اللي ضمها للمنتخب. بس انا بشوف ان هو في ماتش البرازيل غالبا هينزل بنسبة 95% بالتشكيلة اللي هيبتدي بيها كأس العالم. يعني النهارده مثلا عندك زيزو لعب، زيزو مش هيلعب، الماتش اللي جاي هو محمد صلاح اللي هيلعب. عندك محمد عبد المنعم النهارده طبعا بقاله فترة ما بيلعبش، فبنزله النهارده عشان تبقى رجليه في الملعب. فهيبقى رامي ربيعة، يعني هو هيبتدي برامي ربيعة وياسر ابراهيم. المفاجأة بقى بالنسبة لي كريم حافظ، لأن أنا كنت دايما بقول إن كريم حافظ من قبل أفريقيا كان المفروض يبقى موجود في المنتخب. فالمفاجأة بالنسبة لي إن هو جابه ولاعب ممكن يكون بيريح فتوح، بس أنا بقول لك أهو فتوح هتبقى تغييرة بعد كده. يعني كريم حافظ هيبقى الأساسي، وفتوح هيبقى التغييرة، وده توقعي، الله أعلم. بس أنا بشوف ده اللي هيحصل يعني. لكن انا برضو في يعني نقطتين مهمين. الزلاكا كان المفروض في ماتش زي ده كان موجود، يبقى موجود النهارده. يعني الزلاكا كان المفروض يبقى مع المنتخب في ماتش زي مع الفرقه دي، لازم يبقى موجود واحد زي ده. وناصر ماهر، لانك انت النهارده امام عاشور هو الوحيد اللي رقم ينفع يلعب رقم 10، فلما بتسحبه انت بتقعد تلعب في التكتيك قدام، فبتبوظ الدنيا، فبشكلنا بيبقى وحش قوي. فكان ناصر ماهر هو اللي كان يحل لك حته زي دي، حتى لو في خلاف بقى او في مشاكل او مش على حساب المنتخب يعني. لكن انا شايف ان ناصر ماهر كان هيثبت لك، هيحافظ لك على طريقه والشكل اللي انت بتلعب بيه، وهيديك برضو الشكل الهجومي اللي انت عايزه. فغالبا التشكيله الاساسيه بتاعته هتبقى في ماتش البرازيل هي اللي هيبتدي بيها، مع اختلافات بسيطه لو في تغييرات او كده او حد هيتجرب. ده اللي هيعمله حسام حسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله.